انت اختي البطاطا بلا زيت بلا قليان بلا تماره، سهله ماهله وكتشهي مع الحوت اللي فضلتي انتي، سواء السردين اي نوع. هاد النوع هذا سميتو البوغه، اللي كيقولوا ليه هنا في الناظور البوغه. والداخل والله ما عرفتش، ما عمري شفتو في الداخل بعدا، ماشي البواجو، ماشي هذا بوحدو، هذا النوع بوحدو. وتبعوا معايا الطريقة، كتجي رائعة وكتشهي وصحية بدون زيوت وبدون تمارة. يلا بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين. الأخوات، أنا جبت لكم البطاطا تكون موين، تكون رقيقة، غسلتها مزيان مزيان، تحيت منها داك التراب ورقدتها في الخل والماء والملحة، وغادي نديرها تسلق. وما غاديش نسلقوها بزاف وطيب وتهرى، يعني غادي طيب حتى ديروا هكا، تخشيو فيها الموس وتلقاو داك الموس دخل في البطاطا بكل سهولة. صافي، وغادي تحيدوها. غادي نرمي واحد الطريف ديال الحامض. بقاو معايا، الله يجزيكم بخير. مرحبا بالاخوات والاخوان. هنا دابا البطاطا ديالي تسلقات وخليتها حتى بردات شويه، ما هي باقا سخونه. هانتوما بقيت كنبسطها بيديا، حرقاتني والله حتى حرقاتني. وجبت هادي بحال هكا، وجبت الطاوه ودهنتها بالزيت، درت ليها ورق المطبخ ورشيتها بالملحه. تبعوا معايا الطريقه، الفيديو شرح راسو. ما تبسطوهاش بزاف حتى تخسر لكم الشكل ديالها. هانتوما بحال هكايا. الصراحه والله حتى كتجي زوينه البنات، بنينه بنينه بنينه. غير الشرط الوحيد تغسلوها مزيان وترقدوها في الخل، تغسلوها مزيان من داك التراب وداك من داك التراب ديالها، وصافي. تغسل وتعاود تغسل وتعاود تغسل، ومن بعد رقدوها في الماء والخل والملحه، وديك الساعه صافي ديروها طيب. ساعه كتشبع مع الحوت، ولا رافقوها باش ما بغيتو مع الكفته، مع اي حاجه رافقوها بها. انا هذه دابا الطبق ديال اليوم ان شاء الله، الله يجعله من المكتب. درت البطاطا بحال هكايا، وجبت الحوت، وجبت والرز، طيبت شويه د الرز. صافي، هذه هي الاكله ديالي ديال اليوم، الله يجعله من المكتب. هذه تفرتات كاع، ماشي مشكل، غادي نجمعها. كما قلت لكم ما تبقاوش تعطيو الجهد ملي تكونوا كتبسطوها، غير بشويه. بحال هكا. شتي يديا ولات حمراء، سخونه، باقا سخونه. هنا راه الفران مشعول، راني سخنت الفران، خصو يسخن مزيان مزيان، وغادي ندخلها للفران. هنا غادي نجيب شويه الزيت وشويه الملحه، وغادي ندهن البطاطا ديالي من الفوق. من التحت راها مدهونه، ولكن من الفوق ضروري خصها تدهن. شويه الملحه. تبعوا هذه الطريقه البنات، صحيه للولاد لوليداتكم ولينا اصلا. راك علينا من القلي وكثرت الزيوتات وكثرت الوقيف. والله حتى كتجي زوينه بحال الفريت، وصحيه صحيه على الفريت.
صافي البنات البطاطا ديالي درتها في الفران. هنا كنجيب الحوت. هاد الحوت هذا سميتو البوغا. الصراحه ما عمري انا شفتو في الداخل. كنشوف هذاك البواجو، كنشوف الشرن، كنشوف، ولكن هذا النوع هذا ما يمكن ما كيديوش، كيكون غير هنا في جهه الشرق، في جهه الناظور والنواحي. هنا تشوفوا الحوته مزيانه، كتشوفوها واقفه، ما كتكونش مصارنها خارجين، وما كتكون. هذاك هو الحوت الجديد. نتوما كتشوفوا كذا ساهله باش تصاوبيها، ساهله مهله. كتحيديها لداك الجنيحات ديالها وداك، راكو عارفين نتوما. نحيدو شويه من داك. هنا كنحلو لها كرشها. نوري لكم كيفاش كنصاوب انا الحوت. كندخل صبعي وكنخشيه في الحوته، وكنجي للراس وكنقطع داك الراس، داك الطرف ديال الراس صافي، وكلشي كيتقطع، كلشي كيمشي مع داك. شتي غيتشوفوا الحوته راه تعرفوا بالحوت ولا جديد، داك الدم ديالو كيكون جديد، كيكونش كحل. داك هو الحوت الجديد. نغسلوه مزيان وغادي نفلحوه بحال هكايا، جوج تفليحات من كل جهه باش تدخل فيه الطياب، يدخلوا الملحه. انا ما كنديرش، ما كنشرملش الحوته البنات، كندير ليه غير الملحه وهذا، وكنديرو في الطحين ديالو صافي، وكنقليوه كيجي زوين حلو. ما كندير ليه حتى شي حاجه. نتوما جيبوا النوع اللي بغيتو، جيبوا داك بقرونيس هو الشطون. هنا كيقولوا ليه بقرونيس. سهل حتى هو، في الساع. باسوغو هو البواجو. داك البواجو حتى هو صعيب، هذاك شويه كيصاوبو مول الحوت. داك صعيب باش تصاوبيه في الكوزينه، عنده القشره ديالو شويه لاصقه فيه. هنا كما كتشوفوا كندخلوا صبعنا، نوريو البنات المقبلات على الزواج. الله يسخر لكل وحده، والله يضبط الغرس للبنات، والله يسعدهم ان شاء الله يا ربي. صافي نستمروا البنات كنصاوبوا هذا الحوت. ساهل، ماشي شي حاجه واعره، هذا ساهل باش تنقيه. ونغسلوه مزيان ونستقطروه ونعصروا عليه الحامض، وبقاو معايا. كتشوفوا القشره ديالو في الساع كطير، في الساع كتحيد. داك البواجو اولا باسوغ اللي كنقولوا ليه هنا الكوزينه، خلاص كيرضى بالقشره ولا هذا كيتصاوب عند مول الحوت. نعاود معاكم هذه جديد باش تعرفوا الحوت جديد راه باين. داك الودينات ديالو وداك الدم كيكون احمر ومصارنو ما خارجينش، داك هو الحوت الجديد. صافي البنات انا غسلته سقطرته ودرت عليه الحامض. صافي غادي نبداو نقليه، وجبت شويه الملحه على حساب الذوق، وجبت الطحين اولا الدقيق، راكو عارفين هاد القضيه هادي. والزيت راه كتسخن. صافي غادي ندخل هنايا نرونو في الدقيق.
نلبسوا ليه داك الدقيق كامل صافي، ونبداو نستفوه المقله ديالنا. نستفونا الحوت على هذا الشكل هكا. يعني الشكل النهائي البنات هذا هو البطاطا ديالنا. والله يا البنات صدقوني الا جات واعره 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 شكلا ومذاقا. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنسوش فضلا وليس امرا ما تنسونيش باللايكات والتعليق والبارطاج. الله يجزيكم بخير، واللي بقى اللي جديد ما ينساش الاشتراك ديالو، ودعمونا في هذا الفيديو هذا وطلعوا لي المشاهدات وكثروا لي من اللايكات هما اللي كيطلعوا الفيديو. الله يجزيكم بخير. كما شفتوا دابا عندي الرز، هذا هو الغدا ديالنا اليوم. نرجع له من المكتب ان شاء الله يا ربي. عندي الحوت على هذا الشكل هذا، والبطاطيس، طوماط سوريت كما كتشوفوا. نتوما زينوا باش ما بغيتوا، بالفلفله بالبصله باش ما بغيتوا. المهم الطريقه هي هذه. وفرشت ليها الخس جبته غير من الجرده ديالي. وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، كتشهي شكلا ومذاقا. كونوا اكيدين يا البنات جربوها وردوا عليا. انا معايا ما نشكر فيها، ولكن تجربوها عاد تقولوا راه الشهيوات مغربيه راه عندها الصح. عاونوا الشهيوات مغربيه. راني بدلت العنوان للقناه ديالي، عليا الطياره دايزه داكشي علاش كنصدع. القناه كما قلت لكم القناه ديالي راه بدلت ليها العنوان. كانت صحتي في طبق، دابا بدلت ليها درت ليها الشهيوات مغربيه. كنتمنى تدعموني وان شاء الله يكون خير. نتلاقاو فيديو قادم. الى اللقاء بحول الله.